كوبري أبو العلا ما كانش مجرد عنصر وظيفي أو هيكل معدني يصل الضفة الشرقية للنيل بجزيرة الزمالك. الكوبري ده بالذات كان يعتبر منطقة انتقالية بين عالمين مختلفين، عالم بولاق أبو العلا الحي الشعبي القديم بتاريخه وتراكماته والصاخب باعتقاداته الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وعالم الزمالك الحي الأكثر هدوءا والحديث. كوبري أبو العلا أول كوبري عدى عليه خط ترولي باص في القاهرة، وده كان سنة 49 لما اتلغى خط ترام العتبة امبابة وتم استبداله بالترولي قبل أن يتم التراجع عن إحلال الترولي باص كبديل عن الترام في شوارع القاهرة بسبب نجاح تجربة التنقل بالترام وفشل التجربة بالترولي باص. القاهرة خسرت كوبري أبو العلا في التسعينات مع التوسعات الثانية لكوبري 15 مايو، ومن وقتها وهذا الهيكل المعدني اللي صممه جوستاف إيفيل مصمم برج إيفيل موجود أسفل كوبري رود الفرج. أتمنى أن التصميم المقترح لإعادة دمج كوبري أبو العلا ضمن مشروع ممشى أهل مصر ينجح في استعادة جزء مفقود من ذكرى